من عمق الصحراء الجزائرية وبجمال مناظرها، سحر الطبيعة الربانية يأسر كل عين تقع عليه. قد يكون لتلاعب الرمال وتموجها سر لا يعرفه إلا من وطأت أقدامه عليه. هنا يوجد أيضا فن من فنون الجزائر، الإمزاد. قساوة الطبيعة تجلت في هذا الصوت. وأي صوت؟ نعم، إنها الآلة الموسيقية عند قبائل الأهجار، تعزف عليها النسوة وهي ممنوعة على الرجال. يكون استعمالها مشتركا، حيث أن المرأة تعزف والرجل ينشد الأهازيج المرتبطة بتقاليد وعادات التوارق. يستعمل إلى جانب الإمزاد الدف والتصفيق. تصنع آلة الإمزاد من قدح خشبي ويكون على شكل هلال، تصدر صوتا مميزا، وهي تشبه إلى حد ما في طريقة عزفها عزف الربابة. هي آلة الإمزاد الأصالة والعراقة والصوت الدافئ من جنوب الصحراء الجزائرية.